الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنعمل وصفة جديدة كده وجميلة وكلنا بنحبها. الفتة. الفتة دي أكلة مصرية، بنعملها دايما كده في المناسبات، مثلا لما بيكون في عقيقة أو في العيد الكبير. وبنعملها بردك، يعني لو حد بيحبها بيعملها في وجباته اليومية. فالفتة من الأكلات اللي هي المشهورة بيها في مصر. وهنقولها إن شاء الله بطريقة بسيطة. وكل واحد مننا بيبقى له تركات كده في عمايل الفتة. فهقول لكم ايه التركات بتاعتي، او اللي هي الحاجات اللي هي بتخليها مميزة بالنسبة لي. اول حاجة بيكون معايا عيش محمص، رغيفين مثلا كبار كده. ممكن يكون عيش محمص جايبينه من الفرن، او عيش انا يكون طري واكون انا مقطعاه بقطع متساوية وادخله الفرن. يدوب بس يقعد 5 دقايق تحت الشواية ويتحمص ويبقى لونه ذهبي، ما خلوهوش غامق علشان ما يبقاش ممرر. يعني يدوب باللون اللي احنا شايفينه دوت. لان الفتة اساسها العيش المحمص. واحط عليه معلقة سمنة وادخله الفرن. يدوب بس 5 دقايق. وزي ما احنا شايفين بيبقى كده، ما قطعهوش لا كبير قوي ولا صغير قوي، يبقى متقطع وسط. وبعد كده بخليه على جنب لغاية اما اشوف هعمل ايه في باقي مكونات الفتة. تاني حاجة بكون غاسلة كوبايتين رز، ومعاهم رز مصري، ومعاهم ربع كوباية رز بسمتي. بحط ليه رز البسمتي مع الرز المصري؟ علشان يخلي الرز مفلفل وما يبقاش معجن، لان رز الفتة حلاوته كده ما يبقى مفلفل، لما بيبقى معجن بيبقى شكله مش حلو. بحط معاهم معلقة سمنة ومعلقة خل، دي بتخلي الرز ابيض وبردك مفلفل. وبنزل عليهم يا مية سخنة قوي يا اما بشوربة اللحمة، يعني حسب الرغبة. وبسيب الرز على النار وبعد كده بوطي عليه. واهم حاجة ما خليش المية على الرز، يعني ما تبقاش كتير كده مثلا، لان المية في الرز بتبقى كتيرة بتخلي الرز معجن. لكن لما اغطيها يدوب بس كده بطرف المعلقة زي ما احنا شايفين، ما يبقاش ايه الرز كده عندي معجن. هاجي لتالت حاجة الصلصة. بكون فرمة معلقة توم، واحط معلقة سمنة. وبعد كده بخلي الصلصة لون التوم ده لونه ذهبي، بردك ما بحمرهوش قوي علشان خاطر اي حاجة ما بتتحمر قوي بتمرر. بعد كده زي ما احنا شايفين اللون الذهبي بتاع التوم، لاني اللون الذهبي ده كده بيخليها طعمها حلو. بحط عليها نقطة خل، بيخلي الريحة جميلة جدا. ومعلقة سكر صغيرة قوي او نص معلقة سكر حسب كمية الصلصة. واكون ضربة الطماطم في الخلاط. وبعد كده بنزل عليها على التوم، وباخد من معلقة التوم دي على العيش، بيخلي العيش طعمه حلو جدا. يعني التوم بالخل على العيش بيخليه طعمه حلو قوي. دي بتبقى حاجات بسيطة بس بتفرق في الطعم بصراحة، يعني انتوا جربوها واعملوها. انا دلوقتي بعد ما عملت التوم وحطيت عليه نقطة الخل وحطيت معلقة منه على العيش، هجيب بقى الصلصة زي ما احنا شايفين الطماطم اللي انا ضربتها. ولو انا عايزة الصلصة تقيلة بحط معلقة صلصة من العلب اللي هي الصلصة المعلبة. وببشر مكعب مرق على العيش، ده بيفرق في طعم العيش جدا وبيخلي العيش ليه طعم كده. في ناس تقول انا محبش المرق الفوري او كده في الاكل. انا بجيب اللي هو الخضروات، ده بيبقى طعمه حلو ومش لازم نكتر يعني. ممكن اخد جزء بس من المكعب. وبعد كده بسقي العيش دوت بشوربة، وتكون الشوربة سخنة، ومش بسقيه بشوربة كتير عشان برضك العيش ما يبقاش معجن. على قد ما اقدر اخلي الشوربة يعني يدوب بس تسقي العيش كده بسيط، مش هغرقها بيه، لان الفتة لما بتبقى مفلفلة بتبقى احلى ما بتبقى الرز والعيش معجنين فيها.
وبعد ما اسقي العيش الشوربة اروح مغطياه، هيتشرب وهيبقى كده الرز والعيش. هغرف الاول العيش وبعدين الرز. وبعد كده بحط اللحمة بقى بالطلب، مثلا اللي عايز يحطها فوق الفتة، عايز يحطها في شوربة، وبغرف عليها الصلصة. وبتبقى بجد من الأكلات الجميلة اللي كلنا بنحبها. وجربوها بالطريقة دي، بالخطوات اللي أنا قلت لكم عليها. هتعجبكم بإذن الله، وقولوا لي رأيكم فيها ايه. وإن شاء الله يا رب تكون دايما كده وصفاتي سهلة عليكم. وأي وصفة عايزين تسألوا عليها يبقى ابعتها لي في الكومنت.